أنا ندى، عندي 23 سنة. جاية لكم النهاردة عشان أحكي لكم قصتي اللي بجد أنا مش عارفة أنا الجاني فيها ولا المجني عليها. بس كل اللي متأكدة منه إني عانيت قوي. هحكي لكم اللي حصل لي رغم إني مش حابة أفتكر. أنا اتولدت في أسرة ميسورة الحال، لا أغنية قوي ولا فقر قوي، بس عشان أنا كنت بنت وحيدة لبابا وماما كانت كل طلباتي مجابة، يمكن من قبل ما أطلبها كمان. وكنت دلوعة قوي، وخصوصا في مرحلة المراهقة. وبابا وماما بدل ما يشدوا عليا في الوقت ده لقيتهم بيدلعوني أكتر، وخصوصا بابا اللي مش بيحب يزعلني أبدا. ومن كتر إهمالي في مذاكرتي دخلت كلية بالمصاريف، وعشان عارفة إني بنجح بالفلوس كالعادة كانت دماغي مش في المذاكرة، وكنت أسهر طول الليل وأنام طول النهار. وكانت ماما دايما تقولي: يا ندى ادخلي نامي يا حبيبتي، كفاياكي كده سهر عشان العيون الحلوة دي ما تتعبش. شوية بس يا ماما، هصور الفيديو ده بس وبعدين انزله على التيك توك عشان صحابي يشوفوه وبعد كده هنام. مخصمك وابعد عني، انا مش طايقاك، سيبني مش عايزة اعيش معاك ومش عايزة اشوفك تاني. ايوه، انا كنت بسهر طول الليل وفي ايدي الموبايل بتاعي، وقدام مرايتي كنت ارقص واغني واصور نفسي وانزل الفيديو على التيك توك واحط لنفسي صور على الانستجرام. طبعا كانت صور مش كويسة، وطبعا كان بيجيلي طلبات صداقة كتيرة قوي من شباب، كنت بقبلها واكلمهم طبعا. ومع كل المعاصي دي كنت مستحيل اقدر اصلي او حتى اذكر ربنا، وكأن المعاصي منعاني. ده غير ان ماما رغم انها كانت بتصلي عمرها ما قالت لي صلي. وكنت لما شفت تعليقات صحابي على مواقع التواصل الاجتماعي وقد ايه انا جميلة وعجباهم كنت بفرح بنفسي واعمل فيديوهات اكتر واكتر. وفي يوم خالتي كانت عندنا في البيت بتزور ماما، وعشان انا ما طلعتش اسلم عليها خبطت ودخلت عليا اوضتي وقالت لي: مالك يا ندى قاعده لوحدك ليه؟ ما طلعتيش ليه تقعدي معانا بره كالعاده؟ ده حتى النهارده في فيلم جميل قوي نشوفوه مع بعض. في ايه؟ هو انتي بتتكلمي كتير ليه؟ وايه اللي دخلك اوضتي اصلا؟ اطلعي بره، انا عايزه اقعد لوحدي. كده يا ندى تكلمي خالتك بالشكل ده ولسه ماما هتدخلي اوضتي عشان تسالني ازاي اعمل كده مع خالتي؟ كنت انا طلعت قعدت معاهم بره، ولقيت ماما بتقولي: انت ازاي بتكلمي خالتك بالشكل ده يا ندى؟ في ايه مالك؟ كلمت خالتي؟ هو انا اصلا كلمتها؟ انا لسه شايفاها دلوقتي لما طلعت من اوضتي. هو في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ومن بعد اليوم ده وانا حاسه اني مش مرتاحه، حاسه ان في حاجه غريبه في حياتي. وبعد ما كنت مش بحب انام غير لوحدي بقيت مش بنام غير وماما نايمه معايا، لاني كنت دايما بحس بصوت بيهمس في ودني بس مش فاهمه بيقول ايه. وكمان بحس بسخونيه حواليا وخصوصا وانا نايمه. وفي يوم وانا نايمة حلمت بمكان ضلمة كله صراصير وتعابين بتقرب مني، وفي خيال واقف من بعيد مش عارفة أميز ده ايه بالظبط، ده راجل ولا ست، لأني مسيطر عليا شعور الخوف. كنت بجري وكأني في متاهة مش لاقية مخرج. والحلم ده اتكرر عليا كتير، وبقيت بصحى تقريبا كل يوم من نومي وانا بصوت، لدرجة الجيران تتلم علينا، وبابا بقى يقرالي قرآن عشان أهدى. وفعلا كنت بهدى وقتها وارجع تاني لنفس اللي بيحصل لي. وفي يوم كنت ماشية لوحدي في الطريق وراجعة البيت لقيت شاب وسيم وقفني وقال لي: انا جارك هنا، ساكن معاكي في نفس الشارع، وبشوفك على طول وانتي راجعة بيتك. بس انا انت انت ايه؟ بس انا معرفكش ولا عمري شفتك قبل كده في الشارع بتاعنا، انت مين؟ انا بحبك قوي ومش هسيبك ابدا. انتي ليا انا وبس، ومحدش هيقدر ياخدك مني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مين وتعرفني منين؟ قولي انت. عايز تعرف انا مين؟ وصحيت من نومي وحمدت ربنا انه كابوس، لكن يفرق ايه؟ ما هي حياتي كلها بقت كابوس. تعبت قوي من حياتي وفكرت في الانتحار لكني ما قدرتش. رجعت رجعت احاول انام تاني لكن ما قدرتش. وشفت مخلوق بشع، يا رب قل هو الله احد. حتى اسهل صورة مش قادرة اكملها من خوفي. الحقيني يا ماما، في حد في الأوضة. مالك يا ندى؟ مالك يا حبيبتي؟ اعوذ بالله، ايه صابك بس؟ مفيش اي حاجة في الأوضة يا بنتي. ما ينفعش نسكت على البنت كده، البنت كده هتروح مننا. انا اعرف دجالة شاطرة قوي، بس هي موجودة في حتة بعيدة كده في الارياف.
أيوة، إحنا لازم نشوف ندى مالها. أنا خايفة عليها قوي، البنت في أذى صايبها، بس إزاي نروح لدجال كده؟ ربنا يغضب علينا. انا فاهم كل ده، بس مضطر اروح لدجالة عشان اعرف بس البنت فيها ايه، ومستحيل اعالجها غير عند شيخ حتى لو الموضوع هيطول. انا واحد بخاف ربنا، وربنا هيسامحني على المشوار ده. وفعلا بابا وماما أخدوني للدجالة، وهناك الدجالة قالت لنا بنتكم مش معمول لها عمل ولا حاجة، بنتكم مخطية على عمل. العمل ده كان معمول لواحدة غيرها بس صابها هي، عشان هي اللي خطت عليه، واللي كانت مقصودة بيه واحدة تانية. بس العمل ده برضو كان سبب إن في جن يعشقها. وخلي بالكم حالتها صعبة ومحتاجة منكم طلبات كتير، طبعا طلبات الأسياد. وبعد ما سمعنا كلام الدجالة خفنا أكتر. عرفنا إيه السبب في اللي بيحصل لي، بس مش عارفين الحل. بس ماما قالت أبدا، مهما حصل مستحيل نمشي في الطريق ده، إحنا ناس نعرف ربنا. أنا هعالج بنتي عند شيخ. وفعلا بقى الشيخ يجيلي دايما ويقرأ عليا رؤية شرعية، ولما حالتي بدأت تتحسن بقى يتكلم معايا ويقولي عايزك يا بنتي تشرحي لي ظروف وشكل حياتك قبل الأذى ده ما يصيبك. مش فاهم يا شيخ، ظروف حياتي من ناحية ايه؟ أقصد صلاتك وأذكارك وقراءة القرآن، لأن اتعرض عليا حالات كتيرة وكل واحدة كانت مصابة بالأذى، أيا كان الأذى ده نوعه ايه، سحر، مس، حسد. بيكون السبب في إن الأذى ده بيصيبها إنها بتكون بعيدة عن ربنا، ومش محافظة على صلاتها وأذكارها بشكل دائم. وحتى لو قربت من ربنا وربنا شفاها، ممكن الأذى ده يرجع لها تاني بمجرد بعدها عن ربنا، لأن يا بنتي ربنا هو الحصن والحماية. وفعلا قربت من ربنا وحياتي اتغيرت تماما، بقيت محافظة على صلاتي في وقتها وأذكار الصباح والمساء، ومحافظة كمان على وردي من القرآن كل يوم، وطبعا سورة البقرة. بقيت حاسة إني إنسانة تانية أحسن بكتير من ندى القديمة اللي ما كانتش عايشة أصلا ببعدها عن ربنا. ومع الوقت بقيت بتحسن وربنا شفاني، ودلوقتي الحمد لله أنا زوجة لزوج صالح ومتدين، وكمان أم لطفلين. عهدت ربنا أربيهم على التقوى والصلاح، لأني فهمت كويس قوي إن دلع أمي وأبويا ليا هو اللي جنى عليا في يوم من الأيام. وطبعا لسه لحد دلوقتي محافظة على أذكاري وقراءة القرآن، لأن هو ده الحصن الوحيد.